داخل ثانوية عبد المؤمن بمدينة وجدة تدب خطوات عبد الله حسين بثقة وثبات، معتمدا على نور بصيرته وإشراق عقله لاجتياز اختبارات امتحانات السنة الثانية بكالوريا. عبد الله واحد من المكفوفين الذين تحدوا إعاقتهم البصرية، هدفهم واحد: اجتياز الامتحانات بنجاح والانفتاح على آفاق أكثر اتساعا. الإدارة ديالنا كتنسق مع الكتاب المرافقين ديالنا، وأكيد تنسيق مع النيابة، فالحمد لله كلشي كيدوز مزيان. كل واحد منا متكيف مع الإعاقة ديالو الحمد لله. يعني اليوم ما كاينش تمييز ولا فرق ما بين الشخص الكفيف والشخص الساوي. على مستوى أكاديمية الجهة الشرقية يمثل الرسميون من ذوي الاحتياجات الخاصة بالنسبة للسنة الثانية بكالوريا 9 مترشحون، والسنة الأولى 4 مترشحون، ومترشح واحد من فئة الأحرار بالنسبة للسنة الثانية بكالوريا. هؤلاء يسمح لهم حسب المادة 47 من دفتر المساطر أن توفر لهم ظروف خاصة، وذلك بالسماح لهم بمرافق أثناء الامتحانات. احنا كنكسبوا لهم ونقراو لهم، والحمد لله كاين تجاوب بيناتنا. عمري 15 عام، ما كاينش فرق كبير، بين القرايه ديالنا والقرايه ديالهم. حاولنا ان نوفر العدد الكافي من المرافقين مع اضافه بعض الاحتياطيين في حاله اذا تعذر حضور المرافق. هذا المرافق كيدير لنا بواحد الشهاده مدرسيه اللي كتحمل الصوره ديالو، وحنا كنعطوه واحد الترخيص، وفيه شرط اخر انه يكون ما يتعداش السن ديالو 16 سنه، وما يتعداش المستوى الدراسي ديالو الجذع المشترك. يجتاز هذه الدورة بالجهة الشرقية من امتحانات البكالوريا أزيد من 50,000 مترشحة ومترشح، تمثل الإناث أزيد من 44%، وسواء كانوا أسوياء أو من ذوي الاحتياجات الخاصة فورقة الامتحان توحد فيما بينهم. وروبورتاج بعدسة سعيد نجاري. بجنيف أدان المغرب أمس الخطاب الموضع